برحب بحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة في صباح القاهرة ليوم الخميس. الحقيقة احنا كمصريين بنهتم كتير جدا بالحيوانات الأليفة، ويعني بنلقي ليها اهتمام خاص جدا، ولكن في حاجة اسمها الحيوانات الضالة طبعا اللي احنا بنشوفها في الشوارع للكلاب أو القطط. اعتقد انه في اماكن مخصصة ممكن ناس كتير بتهتم ان هي توصل الحيوانات دي للاماكن دي، زي العيادات او الاماكن اللي بتتدرب فيها او الاماكن اللي هي بتكون لانقاذ الحيوانات. التقرير اللي معانا اللي جاي الحقيقه فيه اسره مصريه اهتمت جدا بالموضوع ده، اسره شابه هبه عادل وزوجها بهاء مجدي اهتموا بان هم يعملوا خدمه لتوصيل الحيوانات الاليفه للعيادات او التدريب او انقاذ الحيوانات. هنشوف دلوقتي التقرير مبين لنا ايه عن موضوع الاماكن اللي ممكن الحيوانات الاليفه دي توصل لها، ونرجع نستكمل مع حضراتكم اخبارنا وتقاريرنا في صباح القاهره. الرحمة بالحيوان مطلب منا جميعا حثتنا عليه جميع الأديان السماوية. فكرة جميلة توصيل الحيوان لمكان علاجه. قولي لي الفكرة جات لك ازاي؟ ان احنا كنا قبل كده كنا بنربي حيوانات عندنا، بس كنا في بلد تانية مش في مصر، وكان عندنا مشكلة ان احنا مفيش عربية معانا، فكان صعب التنقل بيها، وكان مفيش حتى مواصلات ان هي ترضى ان هي تاخدهم. وكان جوزي لازم يرتب مع حد من صحابه بقى، ولما حد نلاقيه فاضي وكده، فكانت معاناة. كان الحيوان بيفضل فترة بقى يتألم يعني لغاية ما يروح للمكان. ما بالظبط يعني والمشكلة ان احنا كان معظم الاوقات ما بنقدرش ان احنا نوديه خالص فعلا، فدي المشكلة. فاحنا حبينا ان احنا العناء ده نشيله من على الناس خالص، ونحسسهم بقى انه خلاص الموضوع بقى سهل، ان انت تقدر تروح في اي وقت العيادة، تقدر تروح من مكان لمكان، مركز تدريب، اي حتة. تبقى طبيعة الحيوانات بقى قطط وكلاب بس ولا حاجات تاني؟ لا، احنا بنتعامل مع زواحف، مع اسود اللي هو شبل صغير مثلا. ف يعني حيوانات متعددة. يعني جميع انواع الحيوانات. هو بس يعني لازم نقول ان هو ما فيش مثلا لو تعبان مثلا ما يبقاش فيه سم، لو كلب او اسد او حاجه ما يبقاش عنيف، يعني بيبقى في حاجات اللي هي هاديه بسيطه اللي احنا نقدر ناخدها، يعني حتى لو اسد يعني حجم كبير شويه بس هادي برضه، يعني نعرف نتعامل معاه عادي. بتتعاملي ازاي مع صاحب الحيوان مثلا؟ ولا بتخافي من الحاجه دي ولا بتبقي حباها او كده؟ اساس بتقولي اسد وزواحف وحاجات كده. لا، انا حابه جميع انواع الحيوانات يعني يعني انا ما عنديش اي مشكله. انا كنت قبل كده بتصور مع الاسد في القفص بتاعه، فكان عادي بالنسبه لي. هي اساسة المشروع ده حته الحب، انك تبقي مرتبطه بالحيوان. ما جميع انواع الحيوانات انا بحبها، انا وبهاء فيعني ما عندناش تفرقه. والمشروع ده بينك وبين استاذ بهاء زوجك؟ احنا كزوجين بس عاملين المشروع ده، يعني هي شركه ولا مؤسسه ولا اي حاجه، هي بس فكره جات لنا ان احنا بعربيتنا بنوصل الحيوانات. طبيعه الفكره اتعرفتوا الناس ازاي؟ والله احنا بدأنا الفكرة، احنا يعني بقالناش كتير في الفكرة، بقالنا حوالي 3 شهور بالظبط. بدأنا الفكرة بحيث زي ما قالت هبة ان احنا كان عندنا مشروع او كان عندنا احنا الكلاب قبل كده، وكان عندنا صعوبة كبيرة جدا في نقلهم وتحرك بيهم. فلما نزلنا مصر حبينا ان احنا فعلا نعمل المشروع دوت. عملناه، خدناه ستيب باي ستيب. بدأنا بيه اللي هو كالسوشيال ميديا الأول، عملنا صفحة الفيسبوك، بدأنا نعرف الناس بينا، لأن في إقبال وناس بتشجعنا بصراحة على الفكرة، إنها كانت جديدة، إن هو في شركات شحن، بس إحنا بناخد الحيوانات بطريقة ترفيهية، بنحطهم معانا في العربيه فور فري، ما بناخدهمش في بوكسات، ما بناخدهمش في مربوطين، لا بناخدهم معانا في الرحله بتاعتنا. ردود فعل بقى الجمهور اللي بتتعاملوا معاه؟ لا بصراحه حاجات تحفيزيه جدا جدا الحمد لله، يعني حاجات ما كناش احنا متوقعينها انها تبقى تحفيزيه كده. الفكره عشان طبعا كانت جديده جدا على الناس، فمتقبلينها جدا وبيساعدونا بتحفيزهم، بيساعدونا بالكومنتات بتاعتهم. يعني حتى عندنا على الصفحه احنا بنحب ننشر الكومنتات وننشر الريفيوهات بتاعت الناس. بصراحه بتبقى حاجه بتفرحنا جدا جدا ان احنا بنقدر نعمل حاجه نسعد بيها الناس يعني. الفكره في حد ذاتها نوع من انواع الرحمه بالحيوان. حضرتك بقى امنيتك ايه للمشروع ده؟
هو احنا يعني زائد اللي احنا بنعمله ده، احنا عندنا موضوع الانقاذ، احنا مش بس واخدين اللي هو الحيوانات اللي هي البريدز اللي هي اصحابها اللي هي الغاليه واللي هو الهاسكي والجيرمان والحاجات دي، لا احنا عندنا كمان موضوع الانقاذ، ودي من اولوياتنا. يعني احنا حتى لو عندنا كذا رحله عندنا في اليوم وجات موضوع الانقاذ ده حاله اتصل بينا، عندنا مثلا حاله انقاذ، فبنضطر ان احنا ناجل رحله او رحلتين من اللي احنا فيهم لحد ما نوصل. الانقاذ دي بمعنى ايه حضرتك؟ يعني كلاب الشوارع، في حد عمل حادثه، حد مخبوط، حد عايز ياخده يوديه عياده، فبنضطر نروح له على طول الرحله ديت، ناخده نوديه العياده، نوديه شيلتر، نوديه المكان اللي هو فيه. فدي من اولوياتنا، دي من الاولويات بتاعتنا. ودي زي ما قلنا نوع من انواع الرحمه. طبعا هو في كل حاجه التعامل مع الحيوانات نوع من انواع الرحمه، لازم بالذات في الفتره الاخيره ديت اللي هو ظهر موضوع التسمم والموضوع اللي هو الناس، يعني الناس اللي بتحرقهم صحيين وبيدفنوهم، فالموضوع بجد بقى صعب جدا 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 يعني. وبلس ان احنا يعني وصلت لنا او وصلت لنا معلومات من الناس ان اصحاب الكلاب نفسهم لما بيقدروا ما بيلاقوا الموضوع صعب، هم نفسهم بيستغنوا عن الكلاب بتاعتهم ويسيبوهم في الشارع. فاحنا عايزين ان احنا نوصل ان احنا الكلاب اللي في الشارع دول نقللهم، مش نزودهم بانواع جديده يبقى خليط. ما نعرفش ان كمان لما كلاب البيوت دي بتختلط بكلاب الشوارع بيطلعوا منتج جديد ما حدش يعرفه خالص ولا يعرف هيعمل ايه بالظبط مع يتعامل ازاي مع الناس اللي في الشارع.